الاكل والشرب هيحصل لك شيء اساسي. لكن المتعه العقليه محتاجه اراده. يعني كل المتعه اللي فاتت دهيت بتتم بالطبيعه. المتعه العقليه هي متعه محتاجه تدريب. انك تقرا كتاب مثلا ميتافيزيكا الاخلاق وتبقى مستمتع، ده مش اي حد هيعملها دي. لو جبناها لواحد كده الراجل هيبص على الكتاب يمكن يحدفك بيه، يقول لك يا عم ده ما في ده انت دي عالم صيع زي ما بيقولوا في دراسه المشاغبين، يعني دي عالم فاضيه يعني وبتاع وكلام من ده. ازاي هو ما بيبقاش فاهم انه ازاي انت مستمتع بانك تحضر محاضره او تحضر نقاش او مناظره او تقرا كتاب او تروح تسافر من المنصوره او من اسكندريه تروح معرض الكتاب وتقعد تقلب في الكتب وتشتري شويه كتب ترجع بيهم. يبقى مش عايز الواد ده مجنون ولا البت دي مهروشه في دماغها مش طبيعيه يعني. شعور مفهوم لان هو ما بلغش طور المتعه العقليه. زيه بالظبط الطفل اللي ممكن يستغرب لو شاف عمليه جنسيه وهو طفل لسه عنده 4 سنين 5 سنين، عشان بيضربوا بعض دول ولا في عركه ولا مش قادر يفسر الحكايه وشايفها مقززه. يعني لو هي منزوعه كثير من العلاقات الجسديه الانسانيه لو نزعتها من الغريزه والمتعه هتجدها فعل مقزز جدا. يعني ما فيش حد يستسيغه الا لو بلغ هذا بلغ مبلغ التذوق لتلك المتعه. نفس الشيء الدين. لو انا حضرتي يعني مثلا كاثوليكي ملتزم او مسلم ملتزم في الاديان السائده في مصر في القرن ال21، ورحت بصيت على الناس اللي هي مثلا قاعد جنب في معبد هندوسي وحاطط نفسه في برميل وقاعد يصلي كده ويدعي وبتاع، هتقول ابن العبيط ده بيعمل ايه؟ يعني ده يعني مش هتحس بالايه، لان انت عندك منظومه دينيه مختلفه تماما. وهو نفس الشيء لما يشوف الناس